القراءة في أبواب مدلين أشرف الصباغ. حدود القراءة من صاد واحد لصاد 13. الذات المتشظية وسردية الانكسار في أنا توفيق. القصة الطويلة التي نحن بصددها أشبه بمرثية تمتزج فيها تراجيديا الحرب والفقد بفلسفة الذات الممزقة بين الحقيقة والرمز، وهي سردية متماسكة تتخذ من ضمير الأنا بؤرة مركزية للسرد، حيث تلتحم الذات بالجمع ويتحول الحكي الفردي إلى خطاب ثقافي وسياسي يكشف بنية الهيمنة والاضطراب. والآن نقارب هذا النص من منظور النقد الثقافي، فإننا ننشغل بالكشف عن الخطابات المضادة وتعرية العلاقات الطبقية والسلطوية المختبئة خلف ما يبدو ذاتيا وشخصيا. أولا، سردية الأنا كتمثيل جمعي. يبدأ النص بضمير الأنا في قوله: لا أحب الحرب ولا أحب من يحبها، ليس لي أصدقاء محاربين. هذا الاستهلال ليس مجرد رأي شخصي، بل هو إعلان قيمي ووجودي يشرح موقف الكاتب من منظومة العنف المؤسسي. يستخدم ضمير المتكلم هنا لتأكيد موقف أخلاقي وفلسفي ضد الحرب، لكنه سرعان ما يتسع ليصبح لسان حال جيل كامل فقد أصدقائه، لا في المعارك بل في إدمان الوطن والحب والصدق. وقد أشار عبد الله الغزامي إلى هذا في كتابه النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية، حيث يرى أن الخطاب الشخصي قد يحمل وظيفة ثقافية أخطر من الخطاب الرسمي إذا ما انكشف فيه النسق الغالب وتجلت أيديولوجيا المؤسسة. الحرب كنسق استلابي. الحرب في القصة ليست مجرد وطنية، بل تجارة في الموت. كل الحروب التي أخذونا من أجلها لم تكن حروبنا، كانت حروبهم ومصدر رزقهم. هذا التفكيك الصريح لبنية الحرب يحولها من واجب قومي إلى مشروع نخبوي تستفيد منه قوى النفوذ. الشخصيات التي تحارب تموت أو تعود ناقصة، بينما تجار الدماء ينامون ملء أكفانهم. وهذا ما يسميه تيري إجلتون في النظرية الأدبية البنية التحتية الأيديولوجية، التي توظف الرموز الكبرى: الوطن، الدين، الشرف، لتبرير العنف الموجه ضد الفقراء. النقطة الثالثة: الجسد بوصفه أرشيفا للذاكرة الجمعية. الجسد الممزق في الحرب والثدي الدافئ للأم وصدر الخالة ليست مجازا فقط، بل أدوات سردية حية. الجسد هنا سجل الحب والخوف والانتماء والضياع. تقول القصة: ثدي أمي كان يحمل إلينا الفاكهة والأعناب والشبع والدفء. دفنوا خالتي خلف جدار بيتها في درب محمود، وبكيت وأبكيت كل الأرواح. هنا يلتقي الجسد الفردي بالجسد الجمعي، فحليب الأم يحول الحي الشعبي إلى معبد مقدس، بينما دفن الخالة يقوض التراتبية الأسرية ويكشف هشاشة النسب والهوية. رابعا: البناء الفني وتكثيف الرموز. القصة تعتمد على تقنية تكرار البنية بشكل دائري: توفيق، عربة اليد، صدر الخالة، الشقوق، الحرب، مما يمنح النص طابعا أسطوريا، لكنه في الوقت نفسه قد يثقل على القارئ في بعض المواضع، خصوصا في التكرارات الأخيرة في القسم الثالث، مما يؤدي إلى تداخل الأصوات وفقدان التماسك السردي أحيانا. ومع ذلك فإن استخدام المفردات المتكررة: حارتي، أمي، خالتي، أخي، الشقوق، المعبد، الحرب، يوظف آلية التكرار الرمزي
مما يسميها بختين حين يقول إن الخطاب لا يعاد بل يستعاد ضمن وعي اجتماعي متغير. خامسا، ضمير الأنا وأهمية إظهار الذاتية. استخدام ضمير الأنا ليس هو موقف بل تقنية. في نص كهذا تصبح الذات بصراحتها وارتباكها وسيلة للكشف عن المأساة الكبرى، حيث تتماهى الأنا الفردية مع الجماعة المهزومة. الذات هنا ليست تمجيدا ذاتيا بل شاهدا وشهيدا. وقد أكد الناقد فيليب لوغون أهمية الذاتية في السرد الحديث، حين اعتبر أن كتابة الذات هي الوسيلة الأعمق لمقاومة الطمس ولتثبيت المعنى الشخصي في مواجهة المعنى المؤسسي. نجد نقاط القوة في القصة: عمق إنساني وشعرية تمتزج بالفجيعة اليومية، استخدام ذكي للرموز، المعبد، الحارة، الأحذية الدامية، الشكوك، ربط الحرب بسلطة الدولة والمؤسسة، كثافة وجدانية تجعل من النص تأملا في الحياة، الموت، الانتماء. نقاط نحتاج تجنبها للكتابات القادمة: التكرار الشديد في بعض الفقرات الأخيرة قد يفقد القارئ تركيزه. التراكم الرمزي يحتاج أحيانا إلى بعض التفكيك أو التبسيط لضمان فهم القارئ الأقل تمرسا. بعض الجمل طويلة جدا وتحتاج تقطيعا داخليا لتسهيل القراءة دون فقدان الموسيقى السردية. القصة تعتبر شهادة ذاتية لكنها تتخطى السيرة لتكون صرخة وجودية ضد استغلال الإنسان باسم الأيديولوجية والوطن، وهي توظيف الأنساق الثقافية لتساؤل الشرعية السياسية وشرعية السرد الرسمي والهوية الجماعية المهمشة. إنها قصة عن توثيق الذي لا يعود توثيقا بل يتحول إلى ضمير جمعي لكل أولئك الذين دفنوا بلا اسم أو عادوا من الحرب ناقصي الجسد والروح.